بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الإعلام والمشروع الديمقراطي الثوري في تونس، أو دور وسائل الإعلام في المسار الديمقراطي الثوري التونسي. يأتي الحديث أو يكتسب الحديث عن دور الإعلام من حيث أهمية هذا الأخير، فالإعلام يمثل الحكم الثاني بعد الحكم السياسي. فالإعلام يؤثر مباشرة في رجالات السياسة، يعني في تقديمهم أو إزالتهم، في تقديم برامجهم، في إعانتهم أو في تثبيتهم. فتاريخيا نعرف أن تونس ليست لها قوة عسكرية، فبورقيبة بنى نظامه أو أرسى نظامه على أسس إعلامية بدرجة أولى، فكان حكمه قائما أو موجها بالإذاعة والتلفزة وتوجيهات الرئيس، فكان يحكم ويوجه عبر الإعلام. وهكذا بن علي كان مستغلا لهذه الوسائل، ومن دار في فلكه أيضا. فالإعلام كان إعلام شخص، وكان إعلام الحزب الواحد، وكان إعلام العائلة الواحدة. فحتى على المستوى العالمي، إذا ما أردنا أن نحلل هذه الظاهرة، فإننا في زمان غابر منذ 30 سنة كنا نعتمد على وسائل إعلام أحادية أو ثنائية ثم أحادية. في البداية وسائل الإعلام كانت صوفيتية، وكالة تاس، وكانت فرانس بريس، وكانت وسائل إعلام رويتر etc. البي بي سي. فكل منظومة تعتمد وسائل إعلام ووسائل دعاية قوية من حيث أنها تبرز مواقفها وتحاول أن توجه الرأي العام العالمي والدولي حسب مصالحها وحسب مواقفها السياسية. فكنا نحن ننتظر هذه الوسائل، وسائل الإعلام، حتى نعرف في بعض الأحيان حقائق أو معلومات من العالم العربي والإسلامي. وفي أواخر الثمانينات وبداية التسعينات كان هناك وعي من طرف الحركة الإسلامية والحركة القومية، الحركة التحررية في العالم العربي، وضرورة تحرر هذه القوى من الإعلام الدولي، وبذلك يمكن أن تحرر الشعوب العربية الإسلامية في الدعاية وفي امتلاك المعلومة الصحيحة. فكمواجهة للCNN ظهرت الجزيرة، وظهرت في مواقع عديدة، حتى أن الإعلام الدولي تحرج كثيرا من منافستها، وأصبحت عنصرا ولاعبا أساسيا على المستوى الدولي، بل هو مصدر من مصادر الإعلام لكثير من القنوات ولكثير من وسائل الإعلام الدولية. هذا التحرر
التحرر في الإعلام مثل مكسبا للجماهير العربية الإسلامية التي ثارت اليوم، والتي وجدت متنفسا alternative وبديلا على الإعلام المدجن من طرف السلطة السياسية الديكتاتوريات العربية الإسلامية. فهذا التحرر مثل عنصرا من عناصر الثورة وعنصرا من عناصر كسر للديكتاتورية، أي للسلطة السياسية الكامنة في الدول العربية. وهذا عنصر مهم دخل أو يدخل من عنصر من عناصر الثورة، أو هو عنصر من العناصر التي كونت أو أعانت على إقامة الثورات في العالم العربي والإسلامي. امتلاك الجماهير العربية في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي ليبيا وفي غيرها لأدوات إعلامية جديدة حسب التقنيات الجديدة مثل الفيسبوك هو تكسير لسلطة الإعلام، لسيطرة الديكتاتوريات على الإعلام، وهو خروج وانعتاق من هذه السيطرة. وهو امتلاك لوسيلة القوة سواء كان في المعلومة أو في التنظم. أذكر هذه الأمثلة لأننا اليوم في تونس وبعد إزالة الدكتاتور وفي المسار الديمقراطي، في المسار الذي نريد أن نصل به إلى امتلاك أو إلى تحرير النظام السياسي، هناك شغل، هناك عمل لا بد أن تقوم به القوى الثورية في تونس، ألا وهو تحرير النظام الإعلامي، القوة الإعلامية من يد بقايا الحكم. فلا يمكن أن تدار ديمقراطية فكرية ولا ديمقراطية سياسية ولا حرية في الرأي ولا كشف للبرامج ولا كشف لأصحاب البرامج، أي للقيادات السياسية الجديدة والقيادات الثورية الجديدة، بدون إفساح المجال لمواقع التأثير، مواقع الإعلام، مواقع الاتصال بين الجماهير وبين قياداتها الجديدة. فهذه المواقع الإعلامية، التلفزة الوطنية وحنا بعد ونسمع إلى غيرها، من كان وراءها؟ من أسسها؟ ألم يكن وراءها النظام البائد أو أفراد من عائلة النظام البائد، طرابلسية وغيرهم والماطري وغيرهم؟ ألم يكن وراء ذلك بيرلسكوني؟ ألم يكن هناك وراء ذلك قوى هيمنية كانت تتمعش على موائد النظام السابق؟ إذن فهذه القوى سوف تحاول الحفاظ على مواقعها السياسية وعلى منافعها المادية وعلى آرائها الثقافية وعلى توجهاتها المدمرة للمجتمع. فالذي حصل في المجتمع من تدمير ومن خسارة ومن فقر ومن تهميش ومن إقصاء كان مبررا من طرف هذه الوسائل. بل النظام كامل نظام بن علي، إذا أردنا أن نكون صادقين،
بل كان مبررا من طرف هذه الوسائل. فوسائل الإعلام التي حررت على مستوى الدولي، سواء كانت الجزيرة أو العالم أو العربية أو الفيسبوك، لها دور مهم، ولكن يبقى دور عالمي، دور عام في تحرير القوى الثورية في البلد. غير أنه على مستوى قطري أو على مستوى جهوي، هذه الوسائل الإعلامية سوف تلعب دورا قطريا، دورا قريبا من الواقع التونسي ومن بناء الديمقراطي في تونس. لذلك نخلص في النهاية إلى ضرورة تحرير وسائل الإعلام واقتحامها من طرف القوى الثورية حالا الآن. وهذا هو ضمان لحسن سير المسار الديمقراطي في تونس، لأنه هو الذي سوف يضمن كشف الحقائق السياسية والمناورات السياسية لكل القوى السياسية، خاصة تلك المتحالفة مع القوى الهيمنية المدمرة، سواء كل حلفاء أمريكا أو حلفاء فرنسا، وهي التي سوف تبرز برامج ورؤى وتطلعات القوى الجديدة، القوى الثورية الجديدة في المجتمع، وهي التي سوف تكسر المناورات وتوجه كل طاقات المجتمع إلى النقطة الموالية، ألا وهي تأسيس وحماية تأسيس النظام السياسي الديمقراطي، دولة القانون، عبر انتخابات حرة ونزيهة. وهذا لا يمكن أن نضمنه بدون إعلام حر وديمقراطي يسير جنبا إلى جنب مع التحولات السياسية في تونس. والسلام عليكم.